مرحبا بكم مشاهدين الكرام. أنا ابن بطوطة، ألقب بأمير الرحالة المسلمين. زاولت عدة مهن: رحالة، ومستكشف، ومؤرخ، وجغرافي، وقاضي، وفقيه إسلامي، وعالم وشاعر. أتكلم العربية والتركية والفارسية. ولدت سنة 1304 ميلادي في قبيلة لواتت بطنجة في المغرب في القرن الرابع عشر في عهد المارينيين، وتوفيت سنة 1368 ميلادي. بدأت رحلتي في سن 21 سنة 1325 ميلادي إلى سنة 1352 ميلادي. استغرقت رحلتي 27 سنة. خرج من طنجة لأطوف بلدان المغرب الكبير: الجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، والحبشة، والشام، والحجاز، وتهامة، ونجد، والعراق، وبلاد فارس، واليمن، وعمان، والبحرين، وتركستان، وما وراء النار، وبعض الهند، والصين، وجاوة، وبلاد التتر، وأواسط إفريقيا، والأندلس. وفي رحلتي اتصلت بالكثير من الملوك والأمراء، ونظمت لهم الأشعار لأستعين بهباتهم على أسفاري. ومن أبرز أعمالي تحفة النظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. وترجمت أعمالي للبرتغالي والفرنسي والإنجليزي والألماني. قطعت أكثر من 121 ألف كيلومتر. تجاوزت رحلة ماركو بولو ب3 أضعاف، وهي مسافة لم يقطعها أي رحالة منفرد حتى ظهور عصر النقل البخاري بعد 450 سنة.